اسبوع جديد واخبار تقنيه جديده، ولكن المره دي الشركات قررت انها ترفع المنافسه لمستوى تاني خالص، من منتجات محدوده الاصدار وتقنيات اول مره تظهر واعلانات محدش كان متوقعها. الاسبوع ده كان مليان مفاجآت لمحبين التكنولوجيا والهاردوير. في كاس كوبايه الشاي او مشروبك المفضل وتعالى نشوف اهم الاخبار اللي حصلت. ولكن قبل ما نبدا في حاجه مهمه، دي اول حلقه واللي هيخلينا نكمل في السلسله دي او نوقفها وتفاعلكم. فلو عجبك الفيديو ده ما تنساش لايك واشتراك في القناه، واكتب لنا لو ما عجبكش ايه اللي مش عاجبك فيه، ويلا بينا. لو انت فاكر ان كارت ال 50 90 نسخه الذهب هو اغلى كارت شاشه في العالم، فخليني اقول لك ان نفس الشركه اسوس اطلقت كارت جديد، وهو الايسوس ار او جي استرال 5090 الى نسخه ال 20 اديشن. والكارت ده مختلف في كل شيء، وهو نسخة خاصة معمولة احتفالا من اسوس بان هي بقى لها 20 سنة بتطلق منتجات تحت براند ار او جي. والكارت ده ممكن يوصل سحب الطاقة فيه لغاية 800 واط، يعني مثلا ممكن تشغله مثلا على كيسة وباور كومبو، ولكن ساعتها ما تزعلش من احتفالات راس السنه اللي هتشوفها عندك في الاوضه. الكارت ده مكمل نفس الترند اللي بدا من فتره، وهو الشاشات الكيرفد، وجاي فيه شاشه كيرفد من نوع اموليد في الحته اللي باينه قدامك دي. بصراحه انا اول مره اشوف كارت شاشه فيه شاشه بالحجم ده كله. وكمان الكارت حجمه اكبر من ال 50 90 نسخه الاسترا، وبياخد 4.7 سلوت. كمان عشان سحب الطاقه الجنوني ده، فاسوس استخدمت فيه حبه تقنيات تبريد. واسوس استخدمت هنا نظام الليكويد ميتال او معجون ليكويد ميتال، وكمان استخدمت نظام الفيبر تشامبر علشان التبريد بتاع الكارت. والكارت ده جاي بطريقتين توصيل، اول واحده فيهم هو مدخل ال 12 فولت هاي باور، او حتى عن طريق ان انت لو معاك تجميع بي تي اف من اسوس، فهتلاقي عندك في المذر بورد مدخل مخصوص اسمه جي سي هاي باور، وده يقدر يديله الباور اللي هو محتاجه. تاني خبر معانا وهو ان نفس الشركه اسوس المره دي بقى قررت تطلق اكسسوارات كمبيوتر من الذهب، والمره دي ذهب بمعنى الكلمه. يعني مثلا في معرض كومبيوتكس 2026 شركه ايسوس اطلقت نسخه خاصه من الماوس بتاعها باسم ايسوس ار او جي هارب اكستريم 2، وده برضو بمناسبه ان ايسوس بقى لها 20 سنه، او ان ايسوس ار او جي بقى لها 20 سنه. وهي نسخه جاي فيها قطعه ذهب عيار 24، وهي نسخه بتيجي بولينج ريت 8K و65000 دي بي اي و800 اي بي اس و70 جي اكسلريشن. والسنسور اللي فيها اللي هو السنسور برضو العادي اللي في الهارب اللي هو الار او جي ايم بوينت برو. والنسخه دي سعرها حوالي $260. وتالت خبر وهم برضو ان هم اطلقوا كيبورد ذهب، وهو الايسوس ار او جي ايثرز اكستريم اديشن نسخه ال 20 جيمنج. برضو الكيبورد دي بتيجي بحجم 75% وب 8K برضو بولينج ريت، وفيها شاشه اولد تاتش سكرين 1.47 انش. وطبعا لازم نكمل في نفس الترند ان الكيبورد دي بيجي في ظهرها شريحه من الذهب، وكمان في اجزاء كتير زي الحواف مطليه بالذهب. والكيبورد دي انا لقيتها موجوده على نيو اج بحوالي $600، واللي هو اغلى $100 من النسخه العاديه. بصراحه انا مش عارف اسس وقعت على منجا بذهب ولا ايه، يعني يعملوا كارت شاشه ذهب وكيبورد ذهب وماوس ذهب. انا خايف يعملوا بعد كده ماذر بورد ذهب. وطبعا برضو الكيبورد والماوس دول هيكونوا مناسبين جدا لاي حد رايح يتجوز، يعني مثلا بدل ما تجيب شبكه هات ماوس وكيبورد، حاجه مفيده. طبعا احنا خدنا بس بريك كده، شحنا الكاميرات تعبت من كتر الذهب اللي اتقال. فخلينا نكمل بقى الخبر اللي جاي. الخبر ده بالنسبه لي من اهم الاخبار، لان احنا طول عمرنا عارفين ان شركه انفيديا بتصنع كروت الشاشه، ولكن ان انفيديا تعمل معالجات فدي حاجه جديده بصراحه. ولكن هي حصل لان في مؤتمر جي تي سي شركه انفيديا بالتعاون مع مايكروسوفت اطلقت حاجه اسمها انفيديا ار تي اكس سبارك. وده عباره عن معالج وكارت شاشه في نفس الوقت، وهو مخصص لنماذج الذكاء الاصطناعي وكمان لصناعه المحتوى وكمان للجيمنج. والمعالج ده هيكون موجود في اللابات الرفيعه والصغيره، وفي نفس الوقت في اجهزه الكمبيوتر الصغيره او الميني بي سي. وده معالج وكارت شاشه داخل مع بعض، وهو كمواصفات بيعتمد على معماريه بلاك ويل ار تي اكس ككارت شاشه، وكمان هيكون فيه 6144 كودا كور، وكمان الجيل الخامس من التنسر كورز. وانا معرفش، حاسس ان هو يعني كارقام هيكون قريب من حاجه زي ال 50 70، ولكن ده كله توقع مني انا، مش حاجه رسميه. بيجي فيه 20 كور، وانفيديا بتقول ان هي حاجه كاستم معموله ليا بالتعاون مع ميديا تك. وممكن المعالج ده يستحمل لغايه 128 جيجا بايت رامات. ولو عايزين ان احنا نعمل حلقه كامله نتكلم فيها بالتفصيل ممل عن الموضوع ده، فاكتبوا لنا في الكومنتس. اخر خبر هو من اكتر الاخبار اللي عجبتني، لان واحده من اعظم شركات التبريد قررت انها تخش عالم التبريد المائي المغلق، وهي شركه نوكتوا. السنه اللي فاتت ظهر التبريد المائي بتاع شركه نوكتوا، ولكن السنه دي نوكتوا اكدت على اسمه والريليز ديت بتاعه وكمان السعر. والتبريد اللي اطلقته نوكتوا جاي باسم نوكتوا ان ال سي 1، والمفروض هيكون الاطلاق الرسمي بتاعه يوم 16 6، يعني مثلا بعد حوالي 10 ل 9 ايام حسب الفيديو ده هينزل لكم امتى. وهيكون جاي بثلاث احجام اساسيه، وهم ال 240 وال 360 وال 420. وكل الاحجام هتكون جايه بامب استك ايما في 2. والحجم ال 240 وال 360 هيكونوا جايين بمروحه النقطه ان اف 12،
ولكن الحجم ال 420 هيجي بمروحه ال NFA 14، وهو الفرق بينهم عامه الحجم بس، واحده 120 مللي وواحده 140 مللي. وكاسعار هيبدا من $220 للنسخه ال 240، و$250 لل 360، و$280 لل 420. وكمان هيكون معاه ضمان 6 سنين. وبس كده، دي كانت النهارده حلقه الاخبار بتاعتنا. انا عارف ان هي حلقه مش طويله وما فيهاش اخبار كتير، ولكن لو عايزين نستمر في الحلقات دي فاعملوا لايك واكتبوا لنا في الكومنتس. وما تنسوش برضه وانتوا بتكتبوا كومنت تكتبوا لنا هل عجبتكم الحلقه دي ولا لا، ولو ما عجبتكوش قولوا لنا نطور ايه في الكومنتس الفيديو الجاي. سلام.